فلوس؟ ثروة من السما هحقق بيها أحلامي وأفتح أكبر ورشة سيارات. لكن يا خسارة، ما عنديش خبرة. مفيش غير عمي هو اللي هيساعدني ويعلمني الصنعة كمان. هيجوزني بنته وفاء. انا مش فاهم بس انت خايف من ايه؟ عملية ابسط من البساطة، عملية مضمونة يا فاروق. الفلوس هتجري في ايدك. وسامي رأيه ايه؟ سيب سامي ده عليا انا، المهم انت توافق. ارجوك يا صلاح بلاش السكة دي، العملية لو فشلت هنضيع وهيضيع مستقبلنا. انت يا ابني هتقدر البلا ليه قبل وقوعه؟ تقدير البلا مقدما هيحمينا من وقوعه يا صلاح. عموما هديك فرصة تفكر، جايز تغير رأيك. يبقى هو ده صاحب الشنطة، يعني الفلوس دي فلوسه. حسبت لابويا اني مش انسان فاشل واني انسان مفيد. هرجع الفلوس دي لصاحبها، هروح اوصله. ايه ده؟ لا، خليني للصبح احسن. طمنيني يا سامية. ما لقيتوش عند صاحبه يا ماما. طب والعمل هنفضل ثابتين كده اهو؟ انا بقول يا ماما انزل اشوفه في بيت عمي مصطفى. لا، ما تنزليش في وقت متأخر زي ده لوحدك. انا هخش اصح ابوكي واللي يحصل يحصل. لازم يقوم يدور على الولد يشوفه راح فين. الله، هنفضل ساكتين كده اهو؟ ابني يروح مني كده يا ناس. ابني حبيبي. مساء الخير. يسعد مساك يا سي مصطفى، اتفضل. سامي ما رجعش. لا، انت عرفت منين؟ اصله كان عندنا في البيت، قعد يتكلم مع مراته شويه والحت عليه انه يجي هنا. اهو ما رجعش، وكل ده بسبب تصرفات ابوه. ابني ضاع يا سي مصطفى، ابني ضاع. ما تقوليش كده امال يا ست ام سامي، لا ان شاء الله حصل خير باذن الله. تلاقيه عند حد من اصحابه هيرجع. يا ريت، من بقك لباب السما. امال اخويا عبد الدايم فين؟ مش عارفه اقول لك ايه، ولا على باله. سابنا غرقانين كده ودخل ينام. معقول؟ معقول ينام في ظروف بالشكل ده؟ هو جراله ايه؟ اصحى يا عبد الدايم، اصحى لاخوك مصطفى. عبد الدايم، ايه في ايه؟ في ايه يا اخي؟ انت عايز مين يدور على ابنك؟ عايز الغرب يدوروا لك على ابنك؟ هو مش ابنك ولا ايه يا اخي؟ الزم حدك يا مصطفى، محدش قال لك دوروا لي على ابني. الزم حدي؟ ازاي يا اخي؟ ازاي جاي لك نوم وابنك بايت بره؟ خليه يتربى، ثم انت مش واصي عليا عشان تعلمنا ازاي نربي ولادنا. انا ما اقصدش كده يا اخويا. يا عبد الدايم، سامي ابنك زي ما هو ابني، ده ابن اخويا شقيقي، يعني زي ولادي تمام. ما تبقاش المعامله بالشكل ده يا عبد الدايم يا اخويا. انا هعلمك ولا ايه؟ الواد لسه عود اقدر، خده بالذوق كده بالهلاوه، ما يبقاش قوي كده وتغضب منه. يا ما قلت له حسن معاملتك معايا يا عبد الدايم، مفيش فايده، ما سمعش كلامي، وادي النتيجه اهي. انا مش ناقصك انت كمان يا عبد الدايم يا اخويا، بلاش نضيع وقت نكسب الساعات دي، تعالى ننزل ندور على الولد. مش هدور على حد يا مصطفى.
ويهون عليك ابنك يبات في الشارع. قلت خليه يتربى، بكره يجي لك رجله على رقبته. يا قلبك يا اخي، وعايزني اقعد استنى لغايه بكره زيك؟ لا، انا هنزل ادور على الولد، هنزل ادور على الولد لوحدي. تصبحوا على خير. معلش يا ماما، معلش اهدي، ربنا ان شاء الله هيفرجها. معقولة يا نرجس تفضلي قلقانة طول الليل بالشكل ده؟ قلب الام ازاي ما قلقش وابني بايت بره البيت. اسمعي يا نرجس، ابنك لازم ياخد الدرس القاسي ده. انا عملت كده مخصوص عشان يتأدب، عشان ينتبه لنفسه. وتأكدي ان قبل ما تخلص صلاة الفجر هتلاقيه بيخبط على الباب. فيها ايه لو كنت خرجت مع اخوك عشان تدور عليه؟ اخويا مش هيكون احن عليه مني، وصدقيني لا انا ولا اخويا كنا هنقدر نوصل له هو فين ولا موجود فين خالص. تلاقيه نايم عند واحد صاحبه. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا سامي. صباح الخير. اهلا، صباح النور يا فندم. لو سمحت فين شقة المهندس حسين محمود الأليوبي؟ نعم. المهندس حسين محمود الأليوبي. شقة 8 على ايدك اليمين وانت طالع. شكرا. صباح الخير.
مصطفى، إيه؟ انت ما كفاكش سؤال في المستشفيات والاسام طول الليل؟ ده ما حدش في الدنيا يعمل كده. اسمع ما اقول لك يا ست انت عارفه كويس او لا هيهدالي بال ولا هنام غير اما اشوف ابن اخويا. ابن اخوك على ايه كده؟ هو اخوك بيسال فينا؟ ده حتى ما هنش عليه يزور بنتك وهي راقده في المستشفى. كان في ظروف منعته. انهي الظروف اللي تمنعه من زياره بنت اخوه العيانه؟ انت اللي طيب زياده عن اللزوم. انت ناسي السنه اللي فاتت عمل فيك ايه لما شغلت ابنه عندك في اجازه الصيف؟ يومها لم علينا الجيران وخلى اللي ما يشتري يتفرج. سيب اخوك يدور على ابنه وخلينا احنا في اكل عيشنا، زمان العمال مستنيينك على باب الورشه. جرايه يا ست انت، اعوذ بالله، كنتش فاهم قلبك اسود بالشكل ده. اسمع ما اقول لك، سامي ده ابن اخويا وهدور عليه لما القاه. انت عارفه كويس قوي ان الدم عمره ما بيبقى ميه. هو فعلا زارني لكن ما قعدش عنده اكتر من نص ساعه. طب ما تعرفش راح فين بعد ما خرج من عندك؟ لا ما اعرفش انا. انت ايه؟ انت تعرف حاجه؟ حاجه ايه؟ هو خرج من عندي وما اعرفش عنه حاجه اكتر من كده. يا ابني لو مخبي حاجه اتكلم. ابدا، وايه اللي هيخليني اخبي؟ طب مفيش صحاب تاني غيرك؟ فاروق، هو احيانا بيزور فاروق. طب لو سمحت بس ممكن تكتب لي العنوان؟ تحت امرك. انا معاك اتفضل. صدقني يا عمي انا بريء، انا لا قتلت ولا سرقت. مصدقك يا ابني. انا اقتل؟ انا اعمل كده يا عمي؟ معلش يا ابني ما تعملش في روحك كده. ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك وهتخرج من هنا. الكل مش عاوز يصدقني، الكل بيتهمني بالسرقه والقتل. ارجوك يا عمي، ارجوك وقف لي محامي، اقف جنبي، انا هتشنق لو ما وقفتوش جنبي. يا ابني كلنا هنقف جنبك ان شاء الله. ابوك هيشد لك اكبر محامي في البلد. ابويا اللي طردني من البيت، ودي اخرتها. لا ما تقولش على ابوك كده يا ابني. لا، ابوك بيحبك انت بس اللي كبرتها وسبت البيت وخرجت. ثق ان ابوك هيقف جنبك. ده ابوك يا سامي يا ابني. لا ما جاش هنا. طيب ما تعرفش راح فين؟ علمك بصراحه ما اعرفش. طمني يا سامي، اعمل معروف، عملت ايه؟ يا اخويا حصل له حاجه؟ يا جماعه من فضلكم استهدوا بالله، خلونا نتكلم. اتكلم يا اخويا، قول لي عملت ايه؟ اخباره ايه؟ طمني. اعمل يوه بقول لكم استهدوا بالله وادوني فرصه احكي لكم. بابا لقيت اخويا يا بابا. ما لقيتوش ومش عايز حد يجيب لي سيرته خالص. سألت عليه عند اصحابه؟ سألت ويا ريتني ما سألت. ابنك ملموم عليه شوية صحاب ما اعرفش عرفهم منين. اكيد فسدوا له اخلاقه. ما تظلمش ابنك يا عبد الدايم. ما تستهدوا بالله، خليني اقول لكم ايه اللي حصل يا جماعه. لا اله الا الله. يا ست ام سامي ابنك بخير، اطمني، بس محتاجنا كلنا نقف جنبه. الولد موجود دلوقتي في مديريه الامن، انا كنت عنده. للاسف متهمينه بتهمه انا واثق انه بريء منها. تهمة ايه؟ بصراحه سامي لقى شنطه مليانه فلوس، لقاها في الشارع، عرف صاحبها، خد الشنطه وراح يسلمها له، لقاه مقتول واتهموه بقتله. لا مالك يا ماما مالك؟ متضايق. من فضلك عايزين نشوف للولد محامي. انا مش هعمل له حاجه، خلاص ابني مات. ايه يا اخي ايه اللي بتقوله ده؟ لا يا عبد الدايم، الكلام ما يكونش بالشكل ده. يا اخي ابنك في ورطه ولازم نقف جنبه. خليك عاقل يا اخي. انا طول عمري عاقل يا مصطفى. انا اسف، ما اقصدش ان انا اقول كده، بس الولد مسكين. ما اعترفش. ابنك في ورطه. اعمل معروف، ابني ما يقتلش. اعملوا معروف، ودونا اشوف ابني. اعملوا معروف.
ارجوك يا بابا، سام اخويا في ورطه، سام اخويا في محنه، ما تسيبوش لوحده. يقتل ويسرق وتقولوا لي في محنه؟ ابنك في محنه ومحتاج لك دلوقتي اكتر من اي وقت. سيبني في حالي يا مصطفى. حاضر، هسيبك في حالك، بس ارجوك فكر في هدوء. ابنك في ورطه محتاج لك وابنك بريء. اعمل معروف، ان ما كانش عشان خاطره عشان خاطر انا، اجبر بخاطري. وان كان على الفلوس مساغي موجود، خد غوايشي بيعها وقوم له محامي، بس عايز ابني. خلي غوايشك معاك، اعملي معروف، ما احنا موجودين اهو، وانا رقبتي سداده من جنيه ل1000. خير كتير والحمد لله. كتر خيرك يا مصطفى. الشيء الغريب ان المبلغ اللي في الشنطه هو نفس المبلغ المسروق من شنطه نظمي لسوق المقاول. طيب لو فرضنا انها نفس الشنطه، يبقى ايه صله القتيل بالحارس؟ عموما يا فندم احنا استدعينا المقاول نظمي الدسوقي، واعتقد انه هيتعرف على القاتل لانه كان بيطارده بنفسه ساعه ما سرق منه الشنطه قدام بيته. ومن رايي يا فندم ان المقاول نظمي الدسوقي لو اتعرف على المتهم مش هيستمر في الانكار. نظم المقاول خليه يتفضل. اتفضل. السلام عليكم يا سعاده البيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل اقعد. انتوا لقيتوا الشنطه؟ اقعد الاول يا استاذ نظم. المبلغ اللي كان في الشنطه كام بالظبط؟ $500,000 جنيه يا سعاده البيه، وكل ورق بعشرات. ازاي تشيل مبلغ زي ده من غير حراسه؟ انتوا سالتوني السؤال ده امبارح لما جيت ابلغ عن السرقه. انا اخدت المبلغ ده من عميل في مقابل صفقه، خدته معايا البيت على امل ان انا اوديه حسابي في البنك تاني يوم. اصل انا يا سعاده البيه متعود اشيل مبالغ كبيره زي دي في بيتي من غير ما اتعرض للسرقه. يبقى اكيد المجرم كان مراقبك لفتره طويله. تسرق $500,000 جنيه لوحدك يا مفتري؟ أنا لو منك أتفاهم مع شريكي بالهداوة، أقسم معاه بالنص، مش أقتله وأهبر $500,000 جنيه لوحدي. أديك يا شاطر بقى، لا نبك الفلوس ولا أنت هتنفد من تأبيدة. تأبيدة؟ ده لو استعملوا معاه الرأفة. وين ما استعملوش معاك الرأفة؟ قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. أنا بريء، أنا بريء 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 بريء. إحنا مالنا إحنا؟ الكلام ده تقوله في النيابة. المتهم سامي عبد الدايم متولي. قدامك. ما شفتوش قبل كده، مش هو ده الشخص اللي جيت وراه يا سعاده البيه؟ صدقت يا فندم؟ صدقت؟ مش انا بريء، انا بريء. اسكت يا متهم. سكت حضرة الظابط، سكت. تعرف صاحب الصوره دي؟ ايوه هو ده الحرامي، هو ده الحرامي يا سعاده البيه. لا لا لا، ده مش الحرامي، ده القتيل. اخرس انت متاكد ان صاحب الصوره دي هو اللي سرق الشنطه؟ ما انا قلت لحضرتك مش هو يا فندم، ده القتيل. قلت لك اخلص خالص. تمام، خدوه من هنا، رجعوه الحجز. قدامك. لو وريناك الجثه تقدر تتعرف عليها؟ جثه؟ هو صحيح اتقتل؟ قتلوا شريكه اللي كان هنا دلوقتي. عموما ده ما يهمكش في حاجه. انا فعلا ما يهمنيش، المهم عندي فلوسي. المقدم مدحت هياخد اقوالك بعد ما يعرض عليك القتيل، وبعدين نستكمل المحضر. مين كان يصدق ان صاحبك يعمل كده؟ يسرق $500,000 جنيه في خبطه واحده ويقتل صاحب الفلوس؟ 100% كان بيخطط للعمليه دي من زمان. صحيح، ياما تحت السواهي دواهي، بس كان عامل لي شريف ما رضيش يشترك معانا في العمليه. اسمع يا فاروق، احنا نقوم بالعمليه لوحدنا، وبدل ما القسمه تبقى على 3
تبقى على 2. بقول لك ايه يا ابو صلاح، عارفين انا من الحكايه دي، واديك شفت اللي جرى لسامي. ايه يا ابني اللي دخل عمليه سامي في العمليه بتاعتنا؟ احنا لا هنقتل ولا هنرتكب جنايه، عمليه سهله، اوام اوام. اسمع يا صلاح، انت ابوك راجل غني ومش حارمك من حاجه، عندك عربيه وبيديك مصروف كبير. حرمني من المصروف يا حلو بعد ما سقطت. ماما هي اللي بتديني فلوس زي قلتها. بكره يستلي عليك ويديك اللي انت عاوزه. اسمع يا صلاح، انا حكايه سامي دي علمتني حاجات كتير. زي ايه يا فالح؟ اهم حاجه اتعلمتها ان الانسان ما يقدرش يبني مستقبله عن طريق عمل شرير. الشر بدايه ونهايه في نفس الوقت يا صلاح، بدايته انحراف ونهايته ضياع وتشرد ومشنقه كمان. لا يا صلاح، احنا كده كويسين. ايه رايح فين؟ المعلم مبولي زمانه جاي. انا مروح، وانت كمان لازم تروح قبل ما ياخدك الطيار. استاذ نصر، انت متاكد ان الجثه اللي انت شفتها دي هي جثه السارق؟ ايوه يا فندم، هو بعينه اللي خطف الشنطه. طب تعالى معايا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمة منك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. حرما. جمعا إن شاء الله. أروح بقى أجهز لك لقمة تاكلها كده بسرعة؟ ماليش نفس، كفاية كوباية شاي. حاضر. هو أنت هتفوت النهاردة على المحامي؟ لا، هو هيسبقني على النيابة. هي دي كل الحكايه، انا لا قتلت ولا سرقت ولا ارتكبت اي جريمه. انا مصدقك يا سامي، لكن الادله كلها ضدك. شنطه الفلوس، الجثه، وجودك في مكان الحادث، وبصماتك، كل الحاجات دي عاوزه تفسير. انا قلت كل اللي اعرفه واللي حصل مني، ما عنديش حاجه اخبيها بقى. عموما انا هطلع على محضر البوليس وهكون فكره شامله عن الموضوع. عجبك البهدله اللي احنا فيها دي يا سامي؟ ارجوك يا بابا تصدقني، انا بريء. والعمل يا استاذ عادل؟ مش هقدر ادي رايي الا لما اطلع على تفاصيل الحادث، وان شاء الله هكون معاه في النيابه. اللي تفقدوا الامل بالشكل ده، ربنا كبير وان شاء الله هيظهر الحق. ربنا يسمع منك يا بنتي. انا عارفه كان مستخبي لنا فين ده كله. بابا زمانه جاي ان شاء الله هيطمنها يا ماما. يا رب انت عالم بحالي يا كريم. من الواضح ان القتيل من غير معتاد الاجرام، يعني جديد على عالم الجريمه. وسامي نفس الشيء. في احتمال من الاثنين، اما ان يكون سامي بريء وان القتيل فعلا رمى الشنطه تجاه يمين اثناء المطارده، لاها سامي اسفل الكورنيش حسب روايته للحادث. في الحاله دي لابد من وجود شخص اخر هو شريك القتيل كان بيراقبه عن قرب، اختفى اثناء المطارده. او تكون حكايه سامي دي متلفقه من اساسها ويكون هو الشريك. انا عاوزكم تعيدوا تفتيش الشقه تفتيش دقيق، وتعملوا تحريات مكثفه عن شخصيه القتيل، وتبعت لنقابه المهندسين تشوف اذا كان عضو هناك ولا لا. حضرتك بتشك ان الكارنيه ده مزور؟ انا ارجح انه مزور. الانكار مش هيفيدك بشيء. اعترف احسن لك. انا حلفت ان انا اقول كل حاجه، وهو ده كل اللي انا اعرفه. يعني مصر على اقوالك؟ يا فندم ارجوك تصدقني. طيب رحت لمين تاني غير صاحبك صلاح امين؟ ما رحتش لحد. فكر كويس.
انا مشيت على الكورنيش من غير هدف، خفت ارجع البيت، ولما تعبت قعدت استريح شويه على الكورنيش. كنت بتستريح ولا كنت هربان بالشنطه من مطارده البوليس؟ ابدا ما حصلش، والله العظيم كل اللي قلته ده حقيقه. موكلي بريء من تهمتي القتل والسرقه، فهو شاب مسالم خائف من عقاب والده، وقد ساقه حظه السيء الى هذا الطريق، وارجو من سيادتك الافراج عنه مراعاه لظروفه صغر سنه. تقرر حبس المتهم سامي عبد الدايم متولي مدة 15 يوما، ويراعى التجديد في الموعد القانوني، مع تكليف جهاز المباحث باستكمال التحريات لمعرفة المزيد عن شخصية القتيل، واستكمال التحريات الأخرى المتعلقة بالحادث. ويستدعى كل من والد المتهم والبواب وصلاح أمين صديق المتهم، وكذلك فاروق حمودة لأخذ أقوالهم. المحامي بنفسه هو اللي قال كده، كل الأدلة ضده، والراجل الحقيقة ما سابوش من الاسم للنيابة. وبعدين يا عبد الدايم هنقف نتفرج كده؟ الولد بيضيع قدام عينينا ومش عارفين نعمل له حاجة. تقدري تقولي لي ايه اللي في ايدي اعمله وما عملتوش؟ طلبت منه اقف جنبه وقفت جنبه، طلبت ان انا اجيب له محامي وجبت له محامي، ما تاخرتش. اعمل معروف، اعمل معروف، انا عايزه ازوره، اعمل معروف. حاضر يا رب، ده عمره ما اذى حد يا رب. معلش يا ماما، شده وتزول. انت ما سمعتيش ابوكي بيقول ايه؟ بيقول التهمه ثابته عليه. مش مهم ان التهمه تكون ثابته عليه يا ماما، المهم انك انت تكوني واثقه من براءه اخويا. ايوه، انا ابني بريء، اخوكي بريء، ابنك بريء يا عبد الدايم، ابنك بريء. ما دمتي واثقه من براءته سلمي امرك لله، وتاكدي ان هو عمره ما هيتخلى عننا ابدا. ونعم بالله. يوه، ما تعدش يا سعاده البيه، ناس ياما كانوا بيزوروه، مع العلم ان هو ما بقالوش يجي شهر في الشقه، وانا يا فندم قلت الكلام ده في التحقيق بتاع المباحث. ما تزعلش يعني، انت قلت لي اسمك ايه؟ محسوبك يا فندم خميس جمعه عباس عبد الصمد عيسى. كفايه كده، انا مش عايز اعرف شجره العيله. اسمع يا خميس. نعم. انت متاكد ان مفيش حد زار القتيل قبل حضور المتهم مباشره؟ المتهم مباشره؟ ايوه. انا اعرف المتهم يا فندم، انما مباشره دي ما اعرفهاش. جايز يكون حد بيزوره بالاسم دي بس انا ما شفتوش. ولا تعرف كمان حيث انما؟ مباشرة يعني قبله على طول. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، أنا افتكرتها واحدة ست. رد على السؤال يا خميس. يا سعادة البيه احنا كنا لسه أول النهار ومحدش زاره. فكر كويس، لأن السؤال ده مهم. ما دام مهم يبقى لازم نفكر كويس. فكر يا خميس، فكر يا خميس. بس افتكرت يا سعادة البيه. افتكرت ايه؟ اتكلم. ساعتها انا كنت بنقرا جورنال وبنشرب الشاي. كويس. شفته هو خارج بظهره، بس لمحت وشه حتى بالاماره ما قاليش صباح الخير. وازاي عرفت انه خرج من شقه القتيل؟ يا سلام يا سعادة البيه، اصل بصراحه كان باستمرار يزوره وبيقول له يا زكوه، يعني يا زكي. وزاره الساعه كام؟ حكايه زاره الساعه كام دي ما نعرفش يا سعادة البيه، بس جايز يكون كان بايت عنده او دخل ساعه ما كنت بنعمل الشاي. تعرف توصف لي شكله؟ القتيل؟ يا خميس. نعم. يا خميس افهمني. انا حاضر. قصدي الراجل اللي اسمه زكي. اللي اسمه زكي. نوصفه لك يا سعادة البيه. بصراحة ربنا هو كده يعني تقول ابيضاني وتخين حبتين، يعني مدبلك وعينيه مفنجله. يعني لو شفته تعرفه؟ ده انا نعرفه ونعرف ابوه كمان. متشكر يا خميس، مع السلامة. اي خدمة سعادة البيه؟ مع السلامة. السلام عليكم. يا بيه انا ما شفتش حاجه، انا ما اعرفش حاجه، ماليش دعوه بيه. انت ايه حكايتك؟ ده انا لسه ما سالتكش. من غير ما تسال يا بيه، انا ما اعرفش اي حاجه. طب اهدى يا صاحبي، مفيش اي اتهام موجه ضدك.
انا عايز اسالك كام سؤال وتجاوبني عليهم بصراحه. وسامي كان متعود يزورك؟ كنا بنذاكر سوا. كنتم بتسهروا سوا؟ عمرنا ما سهرنا بره البيت، حتى اسال سامي. تقارير المباحث بتقول غير كده. كنتم بتخرجوا مع بعض انت وهو وفاروق حموده وتروحوا النوادي والملاهي. هو جاب رجل فاروق كمان؟ هي ايه الحكايه؟ انا ما اعرفش حاجه يا بيه، انا ما شفتش حاجه، ماليش دعوه باي حاجه يا بيه، انا قلت كل اللي انا اعرفه. انا عايز محامي يا بيه. انا كده هتاخد في الرجلين يا بيه. يا صلاح انا عايزك تطمن وتمسك اعصابك وتحكي لي كل اللي تعرفه عن القضيه. قضيه ايه يا بيه؟ انا قلت لحضرتك اني ما شفت السامي من ساعه ما نزل من عندي. حتى اسال ماما. ماما؟ خرجنا انا وماما ورحنا سوا نزور تيتا. تيتا؟ تيتا شكريه. حتى اسال تيتا. هسأل لو استدعى الامر. ماما قاعده بره في الهول، ممكن حضرتك تسالها دلوقتي. مش عيب شحط زيك يتحامى في والدته؟ يا بيه انا قلت لحضرتك عشان تصدقني يا بيه. سامي كان خايف من ابوه، كان مهدده بالطرد لو سقط سنتي في الثانويه. ده كل اللي انا اعرفه يا بيه. عندك اقوال اخرى يا صلاح؟ اقوال ايه يا بيه؟ ما عنديش حاجه. وتمت اقوال الشاهد في ساعته وتاريخه على ان يستدعى بسرايا النيابه اذا ما جد جديد يستدعي مثوله امامنا. وقع على اقوالك يا صلاح. على السلامه. اروح؟ يلا لحسن تتاخر على ماما. ميرسي. اياك تكون خدت درس من اللي حصل. واي درس؟ ده انا كنت واقف قدام وكيل النيابه عامل زي الفار اللي وقع في المصيده. انا على العموم ما حسيتش بحاجه، لان عمري ما عملت حاجه غلط. الله يكون في عونه سامي، ربنا يطمنا عليه. هو اللي جان على نفسه. عمليه زي دي كانت محتاجه ثلاثه، مش واحد لوحده، ومن غير ما يرتكبوا جريمه قتل. كفايه عليهم الفلوس. تاني يا صلاح بتتكلم على السرقه والفلوس؟ ما كفاكش اللي حصل؟ لا انا بتكلم على سامي. لكن انا بعد وقفته قدام وكيل النيابه لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا، حتى لو بابا قطع عني المصروف. ومش بابا بس، وماما وتيتا كمان. ما شاء الله ما شاء الله. تعال يا ولد هنا. عشان كده داخل رجل ورا ورجل قدام. ازاي تسقط يا فاشل؟ انا ما سقطتش يا بابا، انا ليا ملحق. ملحق في ايه يا شاطر؟ في الحساب بس، اوعدك هنجح في الملحق. تعرف لو ما نجحتش هعمل فيك ايه؟ هقطعك حته حته، فاهم؟ غور من وشي يا فاشل. يا رب. يا خيبتك يا خيبتك، جايب لي مجموع يا دوب يدخلك ثانوي عام بالعافيه. الحمد لله انه نجح يا سي عبد الدايم. يا فرحتك بيه،
ما هو قرب يبقى شحط ولسه في الاعداديه. بكره ينجح ويبقى عال. انا مجموعي يدخلني ثانوي عام، بس انا عاوز ادخل مدرسه الصناعات الميكانيكيه. بتقول ايه يا ولد؟ ما بيقولش حاجه يا اخويا. اسكت انت خالص. اتكلم، بتقول ايه؟ بقول انا مش غاوي تعليم ثانوي. مش غاوي ايه يا سيدي؟ مش كده امال يا عبد الدايم؟ بقول اسكت انت خالص. اسمع يا ولد، انت هتخش ثانوي عام غصب عنك، مفهوم؟ امرك يا بابا. غور من وشي. فاشل. انت عايز ولد فاشل زي ده يمشي كلمته عليا انا؟ معاش يا اخويا اللي يمشي كلامه عليك. فاشل 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 فاشل. بصراحة أنا قلقان على سامي. التهمة كده لابساه، يعني الأمل ضعيف في براءته. للدرجة دي؟ لكن إيه اللي خلاه يعمل كده؟ مين اللي غواه يعمل العملة المهببة دي؟ إيه يا سعاد اللي بتقوليه ده؟ برضه أنت صدقت إن سامي ممكن يعمل كده؟ لا 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 لا. عمر عيلتنا ما كان فيها واحد قتال قتلة ولا حرامي. سامي بالذات مش ممكن يعمل كده. وانا من رأيي بابا، سامي ابن عمي وانا عارفاه كويس. مش ابوكي بيقول الامل ضعيف في براءته؟ ايوه بس مش معقول انه قاتل. لا 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 لا. انا واثق انه بريء، وواثق ان ربنا ان شاء الله هينصره. طب والعمل يا بابا؟ سامي هيفضل كده؟ مش عارف يا بنتي. انا كل امل في ربنا، وكل امل ان تطلع حاجه تظهر براءته، تظهر براءة سامي ابن اخويا. لان ربنا دايما ما بيرضاش بالظلم. طول عمرك حنين وبتحبه، يا ريت ابوه يقر بجميلك. ايه يا ستي، ده وقت الكلام ده؟ طيب اما قوم احضر لكم العشاء. عشاء؟ فايقه قوي للعشاء، مين له نفس يتعشى؟ الله يكون في عونك يا عبد الدايم يا اخويا. استاذ نصري، ما حصلش بينك وبين احد الموظفين اي خلافات ادت لفصله من العمل؟ العلاقه بيني وبين الموظفين اللي بيشتغلوا عندي كويسه جدا يا سياده الوكيل. من فضلك حاول تفتكر كويس. انا فعلا فصلت موظف من عندي من حوالي سنه او اكتر شويه، لانه اختلس مبلغ بسيط. عشان كده اكتفيت بفصله بس، لكن الموضوع ده قديم من وجهه نظرك انت. اسمه ايه الشخص ده؟ اسمه افتكرت. اسمه سليم امين على ما اعتقد. انا محتاج لمزيد من المعلومات عن الشخص ده. عاوز اعرف كل حاجه عنه من واقع ملف خدمته في الشركه. الملف هيكون على مكتبك بعد ساعه يا سياده الوكيل. شكرا يا استاذ نصر. لا شكر على واجب. سلام عليكم. مع السلامه. ادخل. تقريبا بصماتك. شكرا. في جديد يا فندم؟ ايوه، تقرير رفع البصمات بيؤكد وجود شخص ثالث في الشقه. يبقى ظنوني كانت في محلها. يعني المتهم سامي ما كانش لوحده مع القتيل، وجايز ما يكونش هو القاتل رغم وجود بصماته على اداه الجريمه لحظه وقوعها. من المحتمل ان اقواله دي تكون قريبه جدا من الحقيقه. وانا منتظر بين لحظه واخرى وصول معلومات جايز تغير مجرى التحقيق. احنا يهمنا ان العداله تاخد مجراها من غير ما نظلم حد. انا كنت متاكد انك مش هتلاقي الاسم ده ولا الرقم ده في سجلات نقابه المهندسين. واضح ان القتيل غير اسمه ورا اسم مستعار باسم حسين محمود الأليوبي عشان يهرب من البوليس. ومن المحتمل ان يكون هربان من الحكم عليه في محافظه من المحافظات. عموما خلال ساعات هتوصلنا معلومات هتؤدي للكشف عن شخصيه القتيل، خصوصا بعد ما بعت صورته لكل مديريات الامن عشان توفينا بمعلومات سريعه عنه. ما تروق امال. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انا عايز افهم. انت ندمان على الفلوس اللي طارت منك ولا زعلان على جريمه القتل؟ يا ناس صدقوني انا لا قتلت ولا سرقت. ياما في السجن مصاريف. بقى عايزني اصدقك انك انت ما قتلتش؟ او ارجوك سيبني في حالي. حلو، ارجوك سيبني في حالي. زمن وعنده اخلاق. ارجوك سيبني في حالي، انا مش زمن، فاهم ولا لا؟ الله، انت قد الماسكه دي يا انت. الواد قد الماسكه دي مش حملك.
كل يقعد مكانه يا رجاله. سامي زي ما هو اخوك يا سامية، اكتر من اخويا، وانا مش ممكن اصدق انه يرتكب جريمة زي دي. ده انسان طيب ومسالم. كلنا بنقول كده يا وفاء، بس ازاي نقدر نثبت براءته؟ يا ريتكم كنت حجزتوه عندكم، ما كانش اللي حصل ده حصل. حاولنا انا وماما وقلنا له زمان عمك راجع من شغله صمم يخرج. ربنا يتولاه برحمته. تمام يا فندم. اشاره لمديريه امن اسيوط. شكرا. يا مدحت خير، تطور جديد في القضيه؟ تصور يا فندم، حسين محمود الأليوبي بقى محمود طه عبد السميع، هرب من بيروت بسبب أكتر من محاولة لقتله عشان الطار. اختفى من محافظة أسيوط منذ 4 أشهر، وقدمت العيلة عدة بلاغات عن اختفائه. غريبة، يهرب من محاولة قتله في بيروت يجي في القاهرة ويتقتل. تفتكر في علاقه بين محاوله قتله في بيروت وجريمه قتله هنا في القاهره؟ بالطبع لا، بس أنا ورا القضية دي لغاية ما أكشف سرها. اطمن يا استاذ عبد الدايم، تاكد للبوليس ان القتيل يحمل اسم مزور والكارنيه اللي كان معاه مزور، وان هناك شخص ثالث كان معاه في الشقه جاري البحث عنه. يعني في امل ان ابني يطلع براءه؟ هو وجود شخص ثالث في المكان الحادث هيفيد التحقيق جدا وهيدي ابعاد جديده عن الحادث، ده فضلا عن شخصيه القتيل ما زالت مجهوله. يعني سامي هيطلع براءه؟ ان شاء الله هيطلع براءه، وكل اللي بيحصل ده في صالحه. سليم أمين زكي من مواليد 1949 مدينة بيروت محافظة أسيوط، خريج كلية تجارة أسيوط دفعة 75. الملف ده فيه معلومات مهمة جدا، والصورة دي أكيد هتفيد المباحث في تحرياتها. والعنوان موجود ضمن أوراق الملف. فعلا واضح إنه كان ساكن في الفجالة. أنا هحتفظ بالملف ده شوية. الملف تحت أمرك يا فندم. شكرا. تكلف المباحث بسرعة التحري عن صاحب الصورة المدعو سليم أمين زكي على عنوانه بالملف، ونفاد بنتيجة التحريات في أسرع وقت. لا، أنا مش من رأيك يا عبد الدايم. أنا رأيي إن الابن مهما كبر محتاج لنصيحة أبوه. الكلام ده لو كان ابنك نبيه وشاطر، انما ابني انا لعبي وفاشل. لا، سامي ابني عاقل، سيد العاقلين. يا جماعة مش ده القصد، أنا قصدي التربية. تربية الولد ما تكونش بالضرب ولا بالطرد من البيوت. اسمع ما اقول لك يا مصطفى. اسمع ما اقول لك انا بس يا عبد الدايم يا اخويا، واسمعني كويس. بطل نصايح، انا عارف كويس انا بعمل ايه. فعلا عارف كويس قوي، والدليل المصيبه اللي احنا فيها دي. الزم حدودك يا مصطفى، ما تنساش ان انا اخوك كبير. وبعدين معاكوا يا جماعه، اخوك عارف مصلحتك كويس قوي. اسكت انت خالص. انا ما اقصدش، انا قصدي يا اخويا ان ابنك ولد مؤدب، ولد متربي، مش محتاج منك لاكتر من نصيحه، كلمه طيبه. نصيحه على ايه وكلمه طيبه على ايه؟ ها؟ على فشله. ادي احنا كلنا فشلنا معاه، بكره يسجنوه وتستريح منه. ما تقوليش كده، الله لا يقدر يا اخويا. احنا نعمل اللي علينا واللي على الله يكون. لا يا سرية، اتعشي انت. لا مش هقدر اجي، ما اعرفش ظروفي، ما اعرفش هخلص امتى يا سرية. لا اطمني، مع السلامة. زوجة ضابط المباحث دايما مظلومة معاه. فعلا. ايه اخبار سليم امين زكي؟
سليم امين زكي عزل من الحته بقاله 6 اشهر، والبيت قديم وملوش بواب. حاولت اعرف من الجيران راح فين، ما عرفتش. انا كنت متوقع انك مش هتلاقيه، وان سليم سافر ديروت. بناء عليه عملت رساله لمديريه امن اسيوط، طلبت منهم لما يلاقوه يرحلوه على القاهره. تمام يا فندم. متهم سامي عبد الدايم. طب سيبه انت يا امين. حاضر يا فندم. اقعد يا سامي. يا حضرة الضابط انا بريء، اقسم لك انا بريء. انا عارف انك بريء، بس علشان تثبت براءتك لازم تساعدنا وتتكلم، تقول كل اللي تعرفه عن الحادث واللي اشتركوا معاك في العمليه. انا ما اعرفش حد، ماليش شركاء. انا لا قتلت ولا سرقت، حبيت اكون انسان شريف. ليه عايزين ابقى قاتل ومجرم؟ ليه؟ ليه؟ اهدى يا سامي. تعرف صاحب الصوره دي؟ لا انا ما شفتوش، عمري ما شفته. يا سامي بص للصوره كويس، جايز تعرفه. انا عمري ما شفته. يا سامي الانكار مش هيفيدك، الانكار مش من مصلحتك. اتكلم احسن لك يا سامي. انا اسف، انا قلت كل اللي اعرفه، ما عنديش كلام اكتر من كده. رجعوا الحجز. اتفضل. سعادتك كونت فكره عن الجريمه؟ الجريمه محصوره بين سليم وسامي، وانا برجح ان سليم هو القاتل. الو؟ ايوه انا العقيد حمدي. ايه؟ قبضتم عليه؟ طيب شكرا، احنا في الانتظار. مع السلامه. قبض على سليم وهيوصل بكره في قطر الصبح. يبقى نظريه سعادتك مظبوطه، بعد ما قتل حسين محمود. اسمه محمود طه عبد السميع. استنى ما تستعجلش لما يوصل سليم. حضرتك مش هتخش تنام؟ مش جايلي نوم يا بنتي، روحي نام انتي. يعني هتفضل سهران كده يا بابا؟ طب اروح اعمل لك كوبايه شاي؟ ماليش نفس، روحي انتي نامي. يا حبيبي يا سامي، يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت صاحي ولا نايم؟ يا حبيبي يا رب انت نصير المظلوم، انصره، بين الحق يا رب، رجعهولي بالسلام، انت قادر على كل شيء يا كريم.
سامحيني يا نرجس، أنا السبب في اللي حصل لابننا. بعد ايه؟ بعد ابننا ما ضاع مننا؟ ما ضاعش إن شاء الله، لا. لسه عندك امل انه يرجع لنا تاني؟ إن شاء الله إن شاء الله. لو ما كنتش طردته ما كانش اتورط ووقع الوقعة اللي هو فيها دلوقتي. يا ما كلمتك، يا ما قلت لك ما فيش داعي للضرب، الضرب مش هيجيب نتيجة. يا ما كلمتك وقلت لك افتح له قلبك، بين له حبك زي اي اب ما بيعمل. مفيش فايدة. كنت متصور انك بطريقتك دي هتطلعه راجل محترم. أرجوك كفاية كفاية يا نرجس، كفاية. أنا غلطت في حقه صحيح، لكن أوعدك إن شاء الله أول ما يطلع من السلام إن شاء الله هغير معاملتي معاه خالص خالص. ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وسامي يطلع براء. بس انا برضو كنت واخده على خاطري منك اقول لك الحق. انا كنت فاكراكي من اول الناس اللي هيقفوا جنبي. انا بصراحه خفت اجي لعبد الدايم يقابلني وحش، وانتي عارفه كان بيعامل اخوه ازاي. لكن البركه في مصطفى، هو قال لي مش ممكن اسيب اخويا في ظروف زي دي، وانا كمان قلبي معاكوا يا مسامي وربنا يعلم. بس برضو انا كان عشمي ان انت تبقي معايا، اصل احنا اهل يا اختي، احنا مش غرب. انا غلطانه، بس ما خبيش عليكي الظروف زي ما هي صعبه عليكي صعبه عليا انا كمان. سامي مش ابنك لوحدك يا نرجس، ده احنا في محزنه، لكن ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطر ابنك ويرجع لنا بالسلام ان شاء الله. قادر ربنا على كل شيء. اخيرا وقعت يا زكي. انا ما اسميش زكي. سليم امين زكي الشهير بزكي. تقدر بقى تقول لي انت قتلت ليه صاحبك وبلدياتك حسين محمود الأليوبي او محمود طه عبد السميع؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. اي اسم فيهم؟ الاسمين. ثم انا مش فاهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ ما احنا قلنا لك. نقول كمان انت ليه قتلت محمود طه عبد السميع؟ قلت لسعادتك انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا سليم الانكار ما منوش فايده. البواب شافك وانت خارج من شقه القتيل يوم الحادث، واضح من التحريات ان القتيل هرب من بيروت بعد محاولات قتله اخذا بالصقر، لجأ لك وانت طلعت راجل شهم فساعدته. انا ما اعرفوش ما ساعدتش حد. حلمك عليا روق امال. اقعد اشرب كوبايه الشاي دي وبعدين هتبقى كويس قوي ونتكلم كويس. اقعد. ايوه دلوقتي بقى نقدر نتكلم. انا ما اعرفش حاجه، لكن احنا نعرف عنك كل حاجه. انت اولا موظف في الشركه الوطنيه لمساكن الانجاز، والسنه اللي فاتت اترفدت بتهمه التزوير واختلاس اموال الشركه. دول كذابين، انا اللي قدمت استقالتي. طب ليه ما بلغوش عني؟ هما غلطانين فعلا، كان لازم تتسجن على الاقل عشان يحموك من الجريمه الجديده، جريمه القتل. انا ما قتلتش حد. بصماتك بتقول غير كده. انا روق امال واهدى كده، ده احنا لسه قدامنا كلام كتير قوي. انا ما عنديش كلام. ايه النغمه الجديده دي يا سليم؟ من مصلحتك انك تعترف. تمام يا فندم. متهم سامي عبد الدايم. تعال يا سامي. سامي، انت تعرف الاستاذ ده؟ انا ما اعرفش حد، ما قتلتش، صدقوني يا ناس. روق اعصابك وجاوب على قد السؤال. انا ما اعرفوش، عمري ما شفته. الحمد لله، عشان تعرفوا وتصدقوني اني مظلوم، وانا كمان ما اعرفوش. لكن انا وريتك صورته. ايوه بس انا ما اعرفوش، انا ما شفتوش، صدقني ارجوك. يا امين. يا فندم. وديهم الحجز. حاضر يا فندم. انا ما اروحش الحجز، انا ما عملتش حاجه. وديهم الحجز يا امين. امرك يا فندم. اتفضل. ايه يا مدحت؟ واضح يا فندم ان سامي ما تهزش لما شاف سليم، وكذلك بالنسبه لسليم ما تهزش لما شاف سامي. عرفت ازاي؟ اعتقد انهم ما يعرفوش بعض، لكن اللي اثق فيه ان سليم هو القاتل.
انت بنيت نظريتك على اي اساس؟ لانه اضطرب لما قلت له ان بصماتك بتقول غير كده. عموما نتيجه البصمات هتوصلنا لسليم. البصمات بس؟ لا طبعا. تقريبا انا كونت راي نهائي عن القضيه. طيب بعد اذن سعادتك بقى انا رايح لمكتب وكيل النيابه. اتفضل. شكرا. ما تشيليش هم يا ماما، ادعي لي وربنا باذن الله هيطلعني براءه. انا داعيه لك يا حبيبي، انا ليل ونهار بقول يا رب. ونعم بالله. باذن الله ربنا هيجبر بخاطرك وتخرج لنا بألف سلامه. مرات عمي زمانها جايه يا ساميه، وان شاء الله هطمنها. يا رب ربنا يسمع منك يا وفاء. انا خلاص اعصابي تعبت خالص، اللي حصل لنا ده شيء فظيع فظيع. ماما. اهلا يا مرات عمي. طمنيني يا ماما. ايه الاخبار يا مرات عمي؟ يا بنات استنوا عليا اما اخد نفسي. حد يجيب لي كوبايه ميه. خليكي انت يا وفاء، انا هجيب لها. يا رب يكون خير يا مرات عمي، خير ان شاء الله. ان شاء الله. اما المشوار، ما حضرتك اللي ما رضيتيش تخلي حد يجي معاكي يا ماما. المهم طمنيني، سامي ازاي يا ماما؟ الحمد لله اعصابه مش بطاله، لكن يا حبيبي خس خالص. اما لو شفتيه يا ساميه تقولي عيان كده بقاله سنه. انت بتستهوني باللي حصل له يا ماما، الله يكون في عونه. المهم قال لك حاجه عن القضيه؟ هو طمني وبيقول ان شاء الله ربنا هينصره. يا رب، ربنا كبير. يا رب يا رب. انت عالم بحالي وغني عن سؤالي. يعني مصر على انك ما تتكلمش؟ انا ما اعرفش القتيل وما شفتوش قبل كده. اذا هتكلم انا. حسين محمود الأليوبي او محمود طه عبد السميع كان هربان من الناس عايزين يقتلوه عشان ياخدوا بالطار، ولجأ لك من 4 شهور وكان معاه فلوس، وكنت انت عاطل. اجرت له شقه في شارع الفجاله وحاولت تستغل الشقه دي في تجاره الملابس المهربه والعمله. ما حصلش. ما تقاطعنيش. ولما العمليه قربت تنكشف اجرت له شقه مفروشه تانيه في شارع الجيش، وهي دي نفس الشقه اللي قتلته فيها. ما قتلتش حد، ما قتلتوش. وفي خلال الشهور الأخيرة كنت بتراقب نشاط المقاول نظمي الدسوقي، وعرفت إنه بياخد معاه فلوس وهو مروح، وأحياناً بيعقد صفقات كبيرة في شقته تحتاج لوجود أموال سايلة. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا صلتي اتقطعت بالشركه بعد الاستقاله. المهم استمريت في مراقبة نظمي، ورسمت خطة لخطف شنطة الفلوس وهو راجع بيها بالليل، وقدرت تقنع محمود انه يشترك معاك في الجريمة، وجعلت منه المنفذ وانت تراقب الطريق، ولما المطاردة اشتدت اختفيت انت من المكان ورمى محمود الشنطة بالليل. بعد اذنك يا سياده الوكيل، اسمع يا سليم، في واحد انت تعرفه كويس قوي شافك وانت داخل شقه القتيل يوم الحادث. انا ما اعرفش حد. الشاهد موجود؟ موجود يا فندم. خليه يدخل. حاضر. ادخل يا خميس. السلام عليكم يا حضرتك. هو دي يا سعاده البيه. ما تتكلمش الا لما اوجه لك سؤال. من غير ما توجه يا سعاده البيه، هو دي زكي بعينه اللي شفته مع القتيل وكان بيزوره. كذاب. انا ما شفتكش قبل كده. ايه زكوة، تنكر ان انت شفتنا قبل كده يا زكاوكو؟ متشكرين يا خميس، مع السلامه. اي خدمه يا سعاده البيه، اي خدمه يا سعاده الباشا. السلام عليكم. اظن بعد ما اتعرف عليك البواب مفيش داعي للانكار، كما ان البصمات اللي لقيناها في شقه القتيل مطابقه لبصماتك. اعترف احسن لك. انت ايه؟ اتكلم، الانكار مش في مصلحتك. انا رحت له الشقه يوم الحادث. لكن انت كنت فين ليله امبارح؟ انا جيت لك البيت في نص الليل ما لقيتكش. يا ترى هم كانوا لسه بيطاردوك؟ هم كانوا بيطاردوني بعقل،
انا خفت لا يمسكوني بالشنطه، قلت اتخلص منها، رحت راميها في النيل. بتقول ايه؟ رميتها؟ ايوه سليم، رميتها تحت الكورنيش، ولما المطارده هديت شويه رحت عشان ادور عليها ما لقيتهاش، والظاهر يا سليم انها وقعت في الميه. انت اكيد بتهزر، ها؟ هي دي الحقيقه يا سليم، والحمد لله الحمد لله اني ما اتمسكتش. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا اخويا؟ بقى انا قاعد اخطط العمليه اكتر من شهر وعايز تلفها لي لوحدك؟ لا صحصح معايا، بلاش اللون ده معايا. لا يا سليم، الشنطه فين يا محمود؟ الشنطه فين يا محمود؟ الشنطه فين؟ عندك أقوال أخرى يا سليم؟ لا، أنا قلت كل اللي عندي. تقرر استمرار حبس المتهم سليم أمين زكي لمدة 15 يوما أخرى مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، ويقدم للمحاكمة في أقرب جلسة. خدوا على الحبس وانده لي سامي عبد الدايم. يلا يا سليم. هات لي سامي. حاضر يا فندم. اقعد يا سامي. خلي والده يدخل. حاضر. هات والده يا امين. انت طبعا عرفت اننا قبضنا على القاتل. صحيح. عشان تعرف ان انا بريء. بابا انا بريء يا بابا، انا بريء، انا بريء بريء. وعشان تمشي في الحته كده وترفع راسك يا بابا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.